فيديو النهارده هنعمل مقارنه ما بين المسحب الجديد بتاع بازوكا والمسحب الجديد بتاع ابو فارس السوري. طبعا دلوقتي هتستغرب وتقول هو ايه ده؟ هو ابو فارس بيعمل مسحب هو كمان؟ هو الموضوع انتشر ولا ايه؟ بصوا، هو انا بصراحه لما انا كنت بقلب على النت كده على الفيسبوك ولقيت لك اعلان لبازوكا، بعديها على طول كده مفيش بتاع تقلبتين لقيت لك برده اعلان للمسحب بتاع ابو فارس. تقريبا الاثنين تبع بعض بقى، ولا الاثنين جايبين مسحب بنفس المورد ده؟ يعني هنشوف وهنعرف. المهم يعني هنخش في تفاصيل واقول لكم ان بازوكا هنا عنده 7 قطع مسحب، وعنده 10 قطع مسحب، وعنده 14 قطعه مسحب. تعالى كده اقول لكم اسعارهم ايه. بص يا سيدي، السبع قطع عاملين 69 جنيه، ال10 قطع عاملين 99 جنيه، وال14 قطع عاملين 130 جنيه. ده كده من ناحيه بازوكا. اما بقى عند ابو فارس فهو عامل زي كده عرض كده، عامل 6 قطع مسحب بس، ولكن سعرهم عامل 85 جنيه. قلت طبعا عشان اقارنهم صح جبت هنا 7 قطع قلت اقارنهم ب6 قطع. طب هتقول لي 6 قطع ب 75 جنيه، طب ليه غالي كده؟ هو مش غالي، هو هنا مضايف حاجات تانية مع ال6 قطع. تعال اقول لك ضايف ايه. اول حاجه كوكا كولا، توميه، شويه شوك ومعالق وبتاع. نطلع الوجبه كده. اوب اوبا اوبا، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، مسحب مختلف تماما. عندك هنا بطاطس، عندك طحينه، وعندك 6 كده مسحب بس كبار شكلهم ضخم ومختلفين، ومعاك طبعا رز جوه، طبعا معاهم شويه عيش. فانا بصراحه شايف 85 جنيه سعر مقبول كويس الصراحه. هنا بقى 69 جنيه 7 قطع مش 6. بيجي معاهم ايه؟ بيجي معاهم عيش، بيجي معاهم كاتشب، مناديل. طلع كده العلبه مختلفه المره دي، جايب لي جبنه وجايب لي صوص باربيكيو، ومعانا هنا شويه بطاطس وشويه مسحب. كمكونات وحاجات لا طبعا افضل بكتير ابو فارس، ولكن برضو نختلف في السعر، هنا 85 هنا 69، ففي فرق بتاع 16 جنيه حاجه كده. بس الفكره برضو في شكل المسحب. يعني نطلع كده مسحب بازوكا، انا شايف مسحب بازوكا كشكل هو اقرب للبيك، بس حجمه اصغر سنه تقريبا. انا ما جربتش بيك فما اعرفش الدنيا، بس هو ايه كشكل قريب اكتر للبيك. تعال بقى كان قارنه بمسحب ابو فارس، لا مسحب مختلف تماما، حتى مختلف عن البيك، مش شبه البيك خالص. بص عامل ازاي، حجم كبير بصراحه. يعني مثلا المسحب الواحد من ابو فارس يعادل قطعتين من المسحب بتاع بازوكا، قطعتين كبار كمان مش قطعتين صغيرين. بص عامل ازاي، يعني فرق شاسع. يعني هنا كعدد اكتر 7، بس كحجم لا، انا اعتقد ده 12 مش 6. ولكن بقى هنشوف الطعم هيكون عامل ازاي. فتعال نبدا. اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول والان حان وقت التذوق، ونفتح كده بازوكا وندوق. اول حاجه لاحظتها ان الفراخ مفرومه مش كامله زي المسحب بتاع البيك، لان انا عملت كده حلقه عن مسحب بازوكا بس قالت لي مسحب البيك بيكون قطعه واحده مش مفروم كده. نقول بسم الله وندوق. بص هو بصراحه الشكل شكل مسحب، بس الطعم طعم ناجتس عادي خالص، متبهر وحلو جدا، بس ناجتس. لو واحد داخل اللي هو داخل ده مسحب ومختلف عن ناجتس وحاطط توقعات كبيره مش هكون مبسوط. تعالى بقى نفتح كده ونجرب بالجبنه بتاعتهم. انا اخر مره جبته كانش فيه جبنه الصراحه، اخر مره كان حاطين صوص تاني كان حراق قوي. لا مش جبنه، استنوا ايه ده، مسترد تقريبا. استنوا كان ندوق. مصنوع حلو. تعالى نبلع كده. تعالى بقى نشوف المسحب بتاع ابو فارس اللي هو بصراحه يعني مبهور بيه. نفتح النص نشوف. ده قطعة كاملة، بس أنا حاسه مش مستوي كويس، ولا بيتهيألي مش عارف. بص كده حاسه كان محتاج سوا هنا زيادة. بسم الله. بصراحة حاسه طعمه كويس، الفرخة نفسها متبهرة من جوه، في طعم زنجبيل أو جنزبيل طاغي أكتر في التتبيلة، بيدي نكهة خاصة كده حلوة بصراحة عجبتني. بس بصراحة ما أعرفش بقى كطعم هل هو شبه البيك ولا لا، الله أعلم. يعني أنا بصراحة لسه ما جربتش البيك فما أعرفش إيه الدنيا، بس هو كطعم شبه الناجتس، ده مختلف عن ده بصراحة. تعال بالمرة كده إيه نجرب رزهم دوت. رزهم حلو متبهر، تحسه كده رز بتاع مندي. تعال بص بقى على الطحينة دي، ما أعرفش أصلا الطحينة دي ولا إيه. لا توميه، بس اعتقد توميه متبهره بحاجه تانية معاها كده، معرفش معاها باربيكيو ولا ايه، خلطه غريبه كده بس حلوه. بطاطس. كشكل وهيئه بازوكا اقرب لمسحب البيك، لكن كطعم وحلاوه فابو فارس يكسب باكتساح بازوكا صراحه. يعني طبعا ده رايي، عايز برضو اسمع ارائكم. لو حد جرب مسحب ابو فارس يقول لي ايه رايه ايه، لو حد برضو جرب بازوكا وجرب ابو فارس وقارنهم ببعض يقول لي برضو مين احسن. ممكن اكون انا غلطان. عاجبني المستردة دي، اعتقد دي مش مستردة بس اعتقد دي هاني ماسترد، عشان حاسس انها مسكره شويه، ولا بتهيألي مش عارف، بس طعمها حلو. لو عجبتكم بقى حلقة النهاردة عايزين نوصلها 10000 لايك، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. ويلا انتظروا الحلقات الجاية عشان قوية جدا. سلام.